عليكم استاذ. حبيبي الغالي، اهلا وسهلا. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. طبعا اللي عرفته من اصدقائك انه انت فنان جدا يعني كبير بالوسط الفني، وعندك اعمال كثير وتعزف الكثير من الالات الموسيقيه. طبعا يعني انا بحكم عملي وخبرتي بالفن العراقي انه مع العلم يعني اصدقائي معروفين انت تحكي عليهم، ما عندي انا صديق بالوسط مثلا. ده عالم صايع يابا. نعم. والآلات اللي أعزف عليها كثيرة، يعني عندي هذا العود أنا مرافقني ومن كان عمري سنتين لحد هسه أنام ينام وياي. هذا مو عود، هذا جيتار استاذ. العفو حبيبي، احنا ما خرجنا خارج السلم الموسيقي. حلو. عود جيتار نفس الشيء، المهم احنا بس هو شو العود مالتك استاذ؟ العفو بس ممكن اشوفه؟ عادي شوفها استاذ. 1 2 3 يعني هذا 3 اوتار، مو انا اللي اعرفه يعني 5 دائما يصير الجيتار او العود حسب عليه المتعارف عليه انه 5 بس انا حسب طبقة صوتي. أنا طبقة صوتي تستحمل 3 يعني أنت تغني وحسب الغناء مالتك أو حسب طبقة صوتك بس 3 يعني شو أسوي بهن الباقات؟ شلعتي. حلو. يعني إذا مثلا أغنية تحتاج وترين تخلي بس وترين عادي، أشلع الثالث ما أحتاج. حلو. أستاذ ممكن أعرف أنت كم طالب مخرج بالفن العراقي أو يعني بالوسط العربي؟ يعني أنا مخرج كثير من الفنانين، مثلا يعني فنانين وصلوا بعالم الفن العربي. حلو. شوك استاذ حبيبي، شو صحتك؟ شو رقم ورا؟ ما عرفت استاذ؟ لا والله ولا تغرم بي استاذ هاني. شوف احد طلابي. شلونك استاذ؟ حبيبي اسامه شلونك؟ والله بحث عليك وينك استاذ؟ موجود انا هنا ملتقاي دائما، حتى العالم تعرفني انه انا التقينا انا احد طلابي كان عمره 3 سنوات. اهلا بي. اهلا وسهلا. واستجابت لي قالت خرج لي فنان، فهو هسه فنان عالمي عربي مشهور. انت التقيت احد الفنانين اللي خرجوا عمالقه. اهلا وسهلا. ممكن نتعرف عليك عزيزي؟ اسامه. اسامه ايضا فنان ومطرب. فنان وملحن وعازف وشاعر. حلو. زين استاذ ممكن تسمعنا وصله صغيره من مقام عراقي؟ او انت قبل لا تسمعني وصلة كم مقام عراقي عفوا تعرف؟ انا مقامات كثيره اعرف، مثلا مقام سيد الحلي، مقام سيد مكاوي. لا استاذ عفوا مو هاي المقامات، لا المقامات الموسيقيه. فهمتك مقامات موسيقيه، يعني مثل مقام النهروان، جسر دياله زعفرانيه مبلطه هناك، مو خوش منطقه. خوش منطقه يعني. انصحك تاخذ هناك. استاذ زين ممكن هسه تسمعني مقطع صغير من اغنيه انت دائما تغنيها او تدندن بيها؟ انا سمعك وصله صغيره. زين. بازه بسحبيها الجامع بكيفك بعد. هاي بازه بلد. نعم. اوكي. زين انا عندي حل افضل، انا ليش ما اشوفك انتاجي؟ اي اوكي. اوكي احنا طبعا نريد نشوف للجماهير استاذ حسين التركي، مو استاذ حسين التركي عنده طلاب كثير ومخرج كثير من الطلاب، فراح نسمع احد طلابه ونشوف شلون يكون صوته او عزفه ايضا. حب دوزان تركيا اشتغل. شوف لسه انا اتذكر الدوزان مالته من كان 3 سنوات. حلو. سمع الاغنيه اللي علمتك عليها اول مره. يعني استاذ ليه اتذكرها ببالي؟ طول عمري بقول انا بشوق وليالي شوق الله يا قلبي يعني وليل انا بعلم. زين هاي شنو هاي الهيك؟ الله يا سام الله. لا استاذ هاي دوزان، يعني انت مثلا سوالف يعني كان علمناك كل عمرك 3 سنوات. زين ليش مغمض من تغني؟ كانت الدنيا مغيمه. طبعا استاذ بعد ما سمعنا تلميذك وصوته الشجن حقيقه يعني انا استفاديت من هاي الخبره، راح اقدم على ذا فويس اول ما اكمل البرنامج. انصحك يعني. اذا اعزائي المشاهدين صوت التلميذ هيجي الاستاذ شلون. طبعا انا اشكركم جدا وشكرا لكم اعزائي المشاهدين. حبيبي قبل ما تختم ولا اوقف قدام المشاهدين، هذا انا لا اعرفه لا يعرفني، بري منه هذا الفنان وبري من اي فن شايله هو ليش استاذ؟ حرامات التربيه. انت مو علمت له لا؟ خلاص بيش تعليم. شنو انت مو علمت له لا؟ تجيبه يلا قوم. والله العظيم استاذ مو صدق. روح جعاني وين هاي؟ كسر راسي طبعا، والله كسر راسي. هذا المقدم والتلميذ.
بس هو كمل الضحك. رياض